علشان زعلك هان عليكي في الاول. فلما هان عليكي في الاول وما عملتيش لنفسك قيمه ولا عملتي لنفسك وجود، والناس ما بقتش تخاف منك وما بيعملوكيش حساب، انتي تهاونتي في حق نفسك الاول. فعادي ان هو زعلك يهون على الكل، دي مسؤوليتك. هقولك رد مختلف. احمدي ربنا ان انتي عندك قدرة الاختيار. في ستات كتير جدا عايشين في الحياة مجبرين مقهورين مضطرين يعيشوا حياة مش عايزين يعيشوها، ما عندهمش رفاهية الاختيار. فالحمد لله ان انتي عندك هذه الرفاهية. بجد تحية كبيرة قوي لأهل العراق، لأن في ناس كتير قوي بتتابعني من العراق، وناس مثقفة بشكل مش معقول، وستات زي الفل وشخصيات رائعة. فتحية لأهل العراق مبدئيا يعني، ويشرفني متابعتكم ليا والله. علشان انتي بتستسهلي التسويف procrastination. انتي محتاجة حد يساعدك زي لايف كوتش مثلا، انه هيساعدك تعملي ايه؟ يساعدك تتخلصي من الحجج دي، يساعدك يحطك على الطريق، نتحط على الطريق. مش مهم نعمل خطوات كبيرة، بس نبتدي. انت لو ابتديتي صاروخ هتتحرك، بس المهم تبتدي. هي دي مأساة التسويف، انه الناس مش بتعرف تبتدي منين وامتى. هو يعني ممكن لوحدك تعرفي تعملي كده، بس اللايف كوتش وظيفته الاساسيه انه بيحطك على الطريق وتبتدي حالا دلوقتي، وارمي الحجج في الزباله. في فرق كبير قوي بين انا اسامح حد وانه يفضل موجود في حياتي. في فرق كبير. انا شخصيا ياما سامحت ناس، سامحت لهم تمام، يعني I forgave them completely، يعني I don't hold a grudge، ولا عندي ليهم حتة قد كده من الغل والمضايقة، لكن خرجوا بره حياتي. يعني لو وصلت لمرحلة معينة ان الشخص ده غلط فيا وانا سامحته، خلاص سامحته، لكن مش لازم يبقى موجود. مش معنى ان سامحته ان هو هيفضل جزء من حياتي ويكلمني تاني ويغلط فيا تاني. لا، سامحته and let go، تخلصت منه. يعني خلاص انا سامحتك، بس معلش مش هتقدر تبقى موجود في حياتي. فالربطتين يعني ربطة ان انا اسامح الشخص فاخليه في حياتي دي مش صح، مش لازم، مش شرط، لانه الخروج من الكومفورت زون مش بينفع من مرة واحدة. يعني لازم مرة واثنين وثلاثة ومية، في مرة منهم هتخرجي، لكن لازم يبقى عندك شجاعة. يعني لازم تتخلصي من الخوف عشان نعرف نتحرك ونخرج بره الكومفورت زون. حد طلب منك تدي زيادة، انت اللي اديتي زيادة، اشربي بقى. في الزمن اللي احنا فيه الوضع غير زمان. هنا اللي بيدي زيادة بيقولوا هات كمان بيفضلوا يحلبوه. they drain him, they drain you. فالزمن اللي احنا فيه ادي على القد. حلو عاجبهم اهلا وسهلا، مش عاجبهم يضربوا دماغهم في الحيط. في اوبشن تاني، في اوبشن ان انا ادي بزياده، بس انا مستنيه النتيجه من عند ربنا بس، وانسى البشر بقى. يعني انا شخصيا اهو بدي بزياده لاولادي، بس انا مش مستنيه منهم حاجه. انا مستنيه انه يوم ما ربنا يحاسبني عليهم ابقى عملت اللي عليا، واخد فيهم ثواب، ما اخدش فيهم ذنب. مش مستنيه منهم، انا مستنيه في الاخره. صح كده، هو فعلا الواحد مش بينجح قوي غير لما يفشل قوي. ولو قريتي البيوجرافي، يعني قصة حياة الناس اللي نجحت اللي نجحت على مستوى حياتها، يعني على مدار حياتها، هتلاقيها ان هي لازم تفشل قوي. You should hit rock bottom علشان the only way is up. ده طبيعي. انا شخصيا فشلت قوي قبل ما انجح قوي، وناس كتير كده، يعني من المشهورين بقى عدي زي ما انت عايزة، كلهم عدوا في مرحلة الفشل الذريع علشان ينجحوا نجاح باهر طبيعي. انك عندك مشكلة في الثقة بالنفس. البنت اللي واثقة من نفسها قوي وعارفة ان هي تستاهل احلى راجل واحسن راجل واجدع راجل في العالم، لا يمكن تقع في الفخ ده، لا يمكن تنجذب للايموشن unavailable جايز، مستحيل. هي عارفة قيمتها، واثقة بنفسها جدا، وعارفة ان هو لازم يجري وراها، ولا بتنجذب حتى، هي مستنية اللي ينجذب ليها. يعني هي ما تتحركش من مكانها، ولا مشاعرها تبان عليها، ولا تنجذب.
هي شايفه ان هي تستاهل ان حد يجري وراها، حد يبقى هيموت انه يقابلها ويكلمها. عندها الثقه بالنفس الكافيه ان هي اللي ناس تجيلها، رجاله تجيلها وهي تختار بمزاجها. هي لا تنجذب، هي الناس بتنجذب اليها. هو ده الصح، وده اللي انا بربي بنتي عليه.